بيروت وسافروا مع بعض على المغرب، ولما وصلوا بدأ كل واحد منهم بمشاريعه الخاصة. ومع انه نجوى سيطرت على الاجواء في موازين اليومين اللي فاتت، الا انه جمهور فارس في المغرب احتفلوا بيه هو كمان، خصوصا انه غاب لسنوات عن موازين، وقبل الحفلة كان عنده مؤتمر صحفي وحتى هناك الفانز ما سابوهوش. بكيك من الفانز ابتدى يومه في الرباط ورجعوا زفوه زي العريس. وبعد ما أكل تمر ولبن راح على المؤتمر الصحفي، لكنه تفاجئ بتأجيل ميعاده نص ساعة بسبب تأخر مؤتمر زينة الدودية، وبعدها بدأ المؤتمر والارتباط كان أول سؤال. إن شاء الله حلمي إني أتجوز وأعمل عائلة. كل ما احب الشخص الغلط بيطلع غلط. والعفويه دي اللي عودنا عليها استمرت خلال المؤتمر. هلا انت كل شيء في محلات قعدت بوجهها زي اولاد. وده كان رد فعله لما اتقال اسم رامي عياش. اعوذ بالله. وتواضعه ظهر اكتر لما سالوا احد الصحفيين عن امكانيه انه يقدم ديو مع اسماء المنور اللي بقت صديقته بعد ما اجتمعوا سوا في لجنه تحكيم برنامج جولدن مايك. ان شاء الله، بس خليها هيك محترمه، اصلا شو بتغني التنوره من قد ايه ثلاثه؟ مع ثلاثة بتاخد وحدة ببلاش. فهل فارس قصده حد معين؟ مش عم بعني حدا، أنا في كتير عالم أكيد خارج إنه تتكرم، بس صارت أوفر الخبرية. ما بحب هول القصص هول الكليشيات، واطلع على المستقبل حلو، اطلع على التلفزيون بوست تروفيه، ما بحبها. لكن كان عنده اعتراف في الموضوع ده. أول واحد إني أنا عرضت إني يكون على أيام التنورة وأيام نسوانجي وأيام ما بتعني لي محبة العالم. ومع إنه بيحبهم جدا، لكنه غنى لهم أغنيته بلا حب وبلا بطيخ اللي خاف الراحل ملحم بركات. هو اللي كان بده يغني الأغنية، والأغنية كانت مسجلة باستوديو توني سابا. كرمال قصة إنه بلا حب ولا بطيخ هي مثل شعبي لبناني أنت بتعرفه. قال لي أنا غنيت بالزمان لتهزك بوش التوتي، وبهديك الايام قاموا الايام علي، فهلا ما بعرف شو رح يصير. قلت له انا رح اغنيها، وغنيناها ووصلت لقلوب العالم. الله يرحمها كامل حلم. هلا بعدها في 10 اغاني بعيده عني، اذا بدك جو الموسيقى غير وجو التوزيع غير والالحان غريبه. ان شاء الله يا رب انه العالم بتحب. طبعا الكل رح يكون بانتظار هالالبوم لنشوف شو هي المفاجآت يلي محضرها. اما محمد السالم